لله بخير ونعمة الحمد الله لله. يحفظك. تفضل. شيخنا والله عندي سؤال ممكن؟ تفضل اسأل تفضل. نعم، أنا قرأت في كتاب البخاري حديث الغار برسول الله خرج في صلاة الصبح وإذا رجل يسوق بقرة فيضربها، فقالت البقرة: أنا لم أخلق للضرب إنما خلقت للحرث. فقالوا الصحابة، فقالوا الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال: أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، فأنتم تثبتون إيمان أبو بكر وعمر في بقرة. شنو ردك شيخنا على هذه الرواية في كتاب البخاري؟ من قال أن أهل السنة يثبتون إيمان أبو بكر في البقرة؟ بل نثبت إيمان أبو بكر الصديق لما أتوه كفار قريش وقالوا: يزعم صاحبك أنه عرج به إلى السماء الدنيا ثم رجع من ليلته. قال أبو بكر الصديق: إن كان قالها فقد صدق. وحينما رسول الله صعد جبل أحد شيخنا تفضل. جبل أحد، يعني ركله النبي بقدم الشريفة أو وضع رجله الشريف عليه، فقال: أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الرسول وصفه بالصديق وقال صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا للإسلام إلا كانت له به لجاجة إلا أبو بكر، ما نفعني مال أحد غير أبو بكر وإلى آخره. فالرسول هو الذي أثبت إيمان أبو بكر، وكذلك نقطة نظام. أنت تقول لم يفدني غير مال أبو بكر. أنا أريد برواية ضعيفة شيخ، برواية ضعيفة أقبلها. أريد: هل أبو بكر ساعد رسول الله في حصار شعب أبي طالب الذي استمر له 3 سنوات و4 أشهر؟ وتعرف بنو هاشم حوصروا وأكلوا أوراق الأشجار وعشب الأرض وبقايا اللحوم. اعطيني رواية ضعيفة أقبل بها أنه أبو بكر ساعد رسول الله مدة 3 سنوات وأنا أصبح سني. من الذي هاجر مع رسول الله واختار رسول الهجرة؟ تعوف الهجرة. أنا أتكلم في حصار استمر 3 سنوات ونص، وأبو بكر الصديق وعنده أموال الدنيا ما يودي له خبزة ما يودي رسول الله. أبو بكر ليس من أغنياء الصحابة. يعني ظروف. الآن تقول لم ينفعني مال مثل مال أبو بكر. وين مالك؟ بني هاشم ماتوا من العطش. من الذي تصدق بماله كله في جيش العسرة؟ من هو؟ تصدق ما تصدق والله كله أنا معك في هذا الكلام. اعطيني رواية ضعيفة انه ابو بكر ساعد رسول الله في حصار شعب ابي طالب. ساعد رسول الله في حصار